يبدا المسلسل ديالنا بريكوشي، وكنعرفوا ان ريكوشي بوليسيين وصحاب ودايرين بحال الخوت، وكنعرفوا ان ريك مجوج وعندهم راه سميتها لوري وولد صغير سميتو كار، جالسين كيهضروا وجاتهم شي اوامر باش يتبعوا واحد المجرمين ويقبطوهم. تحركوا بالزربه وداروا فخ في البلاصه اللي غادي يدوزوا منه المجرمين. في نفس الوقت كنشوفوا المجرمين راكبين في الطوموبيل وقابطين الطريق وما شافوش الفخ ودازوا فيه. الطوموبيل تقلبات والمجرمين خرجوا نوضوها مع البوليس، وفي الاخر قدروا البوليس يقتلوا المجرمين ويتغلبوا عليهم. هاد الوقت ريك كان مدابز مع شين وعاود ليه انهم كانوا خاصهم يقبطوا المجرمين ماشي يقتلوهم. كنتفاجئوا ان واحد المجرم خرج من الطوموبيل وما شافوش. السلاح وهجم على البوليس وقدر يضرب ريك بقرطاسه لظهره. شين قدر يعتق ريك من الموت وداه للسبيطار، ولكن بسبب الضربه اللي كانت تقتلو دخل في غيبوبه طويله. شين ما تخلاش على ريك وكان كل نهار كيجي يزورو ويجيب ليه الورد، يلقاه باقي في غيبوبه. من بعد مده طويله ريك فتح عينه وقدر ينوض من الغيبوبه اللي كان فيها. ريك كان ضعيف بزاف باش كيقدر يتحرك، خرج يقلب ولقى السبيطار كامل خاوي وكاع الاجهزه الطبيه مهرسين. كيشوف واحد المراه ميته والجسم ديالها كامل موكول. ريك كان مخلوع وكيفكر غير في عائلته. تحرك الباب باش يخرج وكيشوف كاع الحيوطه عامرين دم وقرطاس. ريك قدر يخرج من السبيطار وكيتفاجئ ان الشارع كامل مرون وعامر جوتات. هز واحد البيكالا وتحرك لدارو بالزربه باش يشوف عائلته ويعرف اشواقه. وصل للدار وعيا ما يقلب عليهم، كيسحب ليه ان عائلته حتى هي ماتت، وكيفكر انه يقدر يكون كيهلوس بسبب الغيبوبه اللي كان فيها. في نفس الوقت كيهجم عليه واحد ولد صغير وكيكون يقتلو. يجيب بات الولد وكيعاود ليه على ان الراجل طبيعي ماشي زومبي. الراجل عاون ريك وداه معاه للدار وشافاه، وعاود ليه انه سميتو مورغان وعنده ولد صغير، ومراته هادي شهر باش ماتت. وعرفوا انه ملي كان في غيبوبه انتشر واحد المرض خايب، وان هاد المرض اللي كيجيه كطلع له السخانه بزاف وكيموت. وعاود ليه ان المشكل هو ملي كيموت بنادم بهذا المرض كيرجع يعيش وهو زومبي. واكد ليه ان هذا المرض انتشر بالزربه، وان الزومبي ولاو في كل بلاصه، ان اي واحد كيتعرض للعض يولي واحد منه، ان الطريقه الوحيده باش تقتلوهم هي تضربوه من راسو. عاود ليه ان الزومبي يقدر يحاصروا ليه مرته وعضوها ولات وحده منه، ان الحاجه الوحيده اللي دار معاه هي خرجها من الدار بسبب انه ما قادرش يقتلها. في الصباح كنشوفوا ريكو مورغان تحركوا للدار ويشوفوا عائلته واش رجعوا ولا لا. قلبوا الدار كامله وما لقاوهمش. ريك عرف ان بزاف د الحوايج تنقصوا من الدار، انه غير البارح ملي كان هنا كيقلب على عائلته كانوا تصاور الدار باقي معلقين. وعاود ليه مورغان انه سمع في الراديو الناس اللي باقي عايشين كاينين في مدينه اتلانتا. وعاود ليه ان مدينه اتلانتا باقي ما انتشر فيها المرض بشكل كبير، وانها بلاصه عامره بالملاجئ. ريك سمع بهدرة مورغان وتسلح ووجد راسو باش يتحرك لاتلانتا، وعطى لمورغان واحد الراديو باش يبقاو على تواصل. ريك قبض طريق لاتلانتا ومورغان رجع لدارو هو وولده، وكنشوفوه مورغان متاثر وكيبكي بسبب انه ما قدرش يقتل مراته. في نفس الوقت كنشوفو ريك قابط الطريق لاتلانتا وكيهضر في الراديو بانه قريب يوصل، وانه الا كان كيسمعوا شي واحد يرد عليه. وفي نفس الوقت كنشوفو شين قدر يسمع ريك، وكنتفاجئوا ان لوري مرتو وكارل ولدو باقي عايشين. شين عيا ما يهضر مع ريك ويحضروا باش ما يمشيش لاتلانتا، ولكن ريك ما كان كيسمع والو. كنعرفوا ان شين مصاحب مع لوري وكيبغيها. وفي هذا الوقت كنرجعوا بالزمان لور، كنشوفوا بان شين كان كيجي كل نهار عند ريك ويشوف واش فاق من الغيبوبه ولا لا. كنعرفوا ان الجيش جاهم امر باش يقتلوا كاع الناس اللي مرات باش ما ينتشرش المرض. شين ملي سمع هاد الهضره تحرك عند ريك بغى يديه معاه، عرف انه الا حيد ليه الاجهزه الطبيه يقدر يموت. شين بدا كيسمع الجيش قريب ليه، حط ريك وشد الباب عليه وهرب بحاله. من بعد كنشوفوا لوري مدابزه مع شين بسبب انه كذب عليها واكد ليها المد راجلها ريك. في نفس الوقت كنلقاو ريك حبسات ليه الطوموبيل وقريب يوصل لاتلانتا، وبالصدفه لقى واحد العود هزو وكمل بيه الطريق. ريك قدر يوصل لاتلانتا ما لقى حتى واحد. كنعرفوا ان مدينه اتلانتا كامله مهجوره وعامره زومبي. ريك حاول يهرب ولقى الزومبي محاصرينهم كاع الجوايه، ولقى الحل الوحيد اللي عنده هو يتخشى في واحد الدبابه. ريك قدر يتخشى في الدبابه ويشد على راسه، والزومبي مدورينهم كاع الجوايه وما عندوش منين يهرب. في هذا الوقت ريك عرف ما بقى عنده ما يدير، وان الحل الوحيد اللي عنده هو ينتحر السلاح وقرر يقتل راسه لاخر لحظه. وشي واحد هضر معاه في الراديو كيعاود ليه انه سميتو قليل، وانه كان في السطح وشافو دخل الدبابه وتحاصر. وعاود ليه انه يخرج من الدبابه ويجي كيجري لخر الشارع وغادي يكون كيتسنى. ريك تاق فيه وتحرك عنده بالزرب ولقى قليل كيتسنى. طلعوا للسطح وقليل عرف ريك بالجروب ديالو، وكان جروب صغير مكون من اندريا وقليل وجاكو موراليس واخي بواحد فيهم ميرل ديكسون. كنعرفوا ان ميرل ديكسون واحد بنادم اللي اناني وحاس براسو، واللي زاد معاه في الهضره كيضربو. في هذا الوقت كان ميرل هاز سلاح وكيقتل في الزومبي، وبسبب الصداع كاع الزومبي دوروا العماره وحاصروها. ريك قدر يضرب ميرل ويربطو مع الحديده،
خطة سوارت لتيدو. داروا خطة واتفقوا باش يلقاو شي طريقة يبعدوا بها الزومبي من العمارة، وعاود ليهم قلين ان الزومبي كيعرفوا بنادم غير بريحته، وانهم الا قتلوا زومبي وتطلاو بالدم ديالو ما يقدروش يعرفوه. وعرفهم ريك انه غادي يخرج غير هو وقلين، والا صدقات الخطة يتبعوه. قبل ما يخرج ريك اكد على تيدوك باش ما يخليش مير المربوط في السطح. ريك وقلين خرجوا للشارع وكاع الزومبي ما قربوش ليهم، وكنعرفوا ان الخطة ديالهم نجحت. وكنتفاجئوا ان الشتا بدات طيح عليهم والريحة بدات تمشي. هجموا عليهم وريك وقلين هربوا. من بعد قلين دبر على طونوبيل بقى كيدور بها وداير الصداع باش يتجمعوا ليه الزومبي ويخليه ريك يهز الجروب. قلين هضر مع الجروب وعاود ليهم ان بعد الزومبي من العماره وان ريك كيتسناهم بواحد الكاميو لتحت. الجروب سمعوا هاد الهضره وهبطوا كيجري، وهضر معاهم ريك واكد ليهم ان الزومبي قاصدينهم وقراب يوصلوا ليهم. تيدوك تفكر ان خلى ميرل ديكسون مربوط في السطح، تحرك بالزربه لعنده وجبد الساروت، وبسبب الخلعه طاح ليه الساروت في واحد القادوس. هرب بحالو وشد الباب السطح مزيان. الجروب قدروا يوصلوا عند ريك ويهربوا بحالهم، وخلاو ميرل واحل الراس. موراليس عاود الريك انه هما واحد الجروب صغير وانهم مخيمين في واحد الجبل. في هذا الوقت كنشوفوا الجروب وصل للمخيم، وريك كيتصدم ملي كيلقى مراته وولده باقي عايشين، وشين فرحان على ولد صاحبه باقي حي، وفي نفس الوقت ما حملوش على ولد لوري. في الليل الجروب كامل كيتجمع. كنعرفوا ان كارول مجوجه وعندها بنت صغير سميتها صوفي، وراجلها ديما معدي عليها هي وبنتها. واندريا عندها غير اختها وحده صغيره عليها. اخر واحد هو ديرل ديكسون، خو ميرل ديكسون اللي بقى واحل في السطح. وفي الصباح كنشوفوا ديرل ديكسون هجم على ريك وضربوه بسبب خلى ليه خوه في السطح مربوط. وفي نفس الوقت تيدوك اعترف لديرل وعاود ليه ان الغلط ديالو وانه هو اللي طيح الساروت، واكد ليه انه شد الباب مزيان وما يقدروا الزومبي يفتحوها. ريك قرر يمشي هو وديرل باش يقلبوا على مير ويديو معاهم قلين حيت عارف اتلانتا مزيان. وعاود لشين يحضي المخيم وانه ملي كان في اتلانتا طاح ليه واحد الصاك عامر سلاح وقرطاس. من بعد كنشوفوا لوري قلبات على شين وما بقاتش كتهضر معاه بسبب انه كذب عليها واكد ليها المود راجلها ريك. في نفس الوقت كنشوفوا الجروب وصل لاتلانتا، طلعوا لعند ميرل السطح ولقاو ان الباب باقي مسدود. هرسوا القفل ودخلوا وكيتفاجئوا ان ميرل ما كاينش، وكيلقاو المنشار عامر دم ويد مقطع، وكنعرفوا ان ميرل قطع يده وهرب. ديرل كان صياد وكيتبع الاثار، تبع الدم دخوه وعرف انه قدر يخرج من العماره. ريك عاود ليهم انهم خاصهم يوصلوا للصاك اللي فيه السلاح والقرطاس. داروا خطه واتفقوا كاملين ان قلين هو اللي غادي يجيب الصاك بسبب انه خفيف وحافظ المدينه. قلين تحرك ولقى الصاك طايح. في نفس الوقت كنشوف واحد الجروب حتى هما كانوا عاسين على الصاك، هجموا على ديرل وضربوه. وفي نفس الوقت كيوصل قلين وكيشوفوه الصاك عامر سلاح وقرطاس، كيتبعوه باش يطيروا ليه الصاك. وكنشوفوا ان ديرل قدر يضرب واحد فيهم بالسلاح ويقبطو، وهما هربوا وداو معاهم قلين. ديريل سلخ داك الدري اللي قبطو وخلاه يعترف فين مخبيين الجروب ديالو. الدري داهم عند الكبير ديالو كنعرفوا ان سميتو جين، وعاود ليهم ان ما غاديش يعطيهم قلين الا عطاوه الصاك السلاح. ريك رفض وما بغاش يعطيهم الصاك، وفي هذا الوقت كانوا ينوضوها بيناتهم وجدوا راسهم وهجوا السلاح على بعضياتهم. وكنتفاجئوا ان واحد المراه كبيره في العمر طلبات جين يعاونها. كتشوف ريك ها السلاح ورغبته باش ما يضربش الدراري. ريك عاود ليها ان ما باغيش ينوض الصداع وانه باغي غير صاحبه قليل. المراه داتو ودخلاتو لداخل، وكيتفاجئ ريك بان هذا الملجأ عامر بالناس الكبار في العمر. كيعرف ان الجين ماشي راجل خايب وانه كان باغي سلاح غير باش يوفر الحمايه للملجأ. يقلب على صاحبه الجين وكيلقاه كيعاملوه احسن معامله. ريك بقى فيه الجين بسبب انه داير اللي في جهده معرض راسو للخطر باش الناس الملجأ يكونوا بخير، ودار معاه بانه غادي يقسموا السلاح بيناتهم حيت حتى هو عنده عائله ومخيم محتاجين. اتفقوا فرقوا السلاح والقرطاس بيناتهم وكل واحد قبض طريقه. ريك والجروب كانوا راجعين بحالو وكيتصدموا ملي ما كيلقاوش طونوبيلتو. ديريل عاود الريك والجروب انه غادي يكون خوه ميرل هو اللي سرقه وانه غادي يمشي للمخيم باش ينتقم منه. تحركوا على رجليهم وقصدوا المخيم. كنتقلوا في هذا الوقت للمخيم وكنلقاوهم ناشطين وفرحانين بسبب انهم صيدوا الحوت وتعشاو به. هجموا عليهم واحد المجموعه كبيره د الزومبي وقدروا ياكلوا راجل كارول ويعضوا اخت اندريا. شين قدر يحمي لوري وكارل ومقاتل مع الزومبي. في نفس الوقت كنشوفوا ريك والجروب وصلوا بقاو دابزين معاهم وقدروا يقتلوه. وفي الصباح كنشوفوا الجروب كامل متاثر بسبب انه ماتوا بزاف ديال الناس. وكنعرفوا ان ديريل قدر يحصل واحد خينا مع دودو ساك، واكد لهم ديريل انهم خاصهم يقتلوه قبل ما يتحول ويولي زومبي. ريك رفض يقتلو
وعاود ليهم انه سمع كاين واحد السبيطار كبير سميتو CDC وانهم قدروا يوصلوا للدواء الزومبي ويتغلبوا عليه. شين اقترح على ريكو الجروب باش يمشيو للملجأ د الجيش حيت عامر اسلحه ومحمي من الزومبي، وعاود ليه انه يتوقد ويفتح عينه ان الحياه سالات وما كاينش الدواء لهذا المرض، بسبب ان الجروب اتفق مع ريك هزوا حوايجهم وتحركوا للCDC وداو معاهم الراجل اللي معضوض باش يعالجو. في نص الطريق قرر موراليس يكمل حياته لراسو هو وعائلته وقبطوا طريقهم لراسهم، وكنتفاجئوا ان الراجل اللي معضوض تزاد عليه الحال وما ولاش قادر يصبر. رغب الجروب ان الامنيه ديالو يموت تحت شي شجره. الجروب حطوه تحت شجره وحققوا ليه امنيته ودعوه قبطوا الطريق للCDC. وكنشوفوا الجروب وصلوا للCDC وهم مصدومين بسبب ان البلاصه مهجوره وعامره جوتات. الجروب دابزو منوضين بيناتهم وبسبب الصداع الزومبي خرجوا ليهم وقاصدينه. الجروب قرروا يتحركوا حتى لاخر لحظه الباب كيتفتح. دخلوا ولقاو الطبيب ادوين وشرح ليهم انه خاصو يتاكد ويدير ليهم تحاليل باش يعرفوا مزيانين وما فيهمش هاد المرض. كنرجعوا بالزمان اللور وكنعرفوا ان الطبيب ادوين كان خدام في السبيطار وان كل نهار كيدير التجارب باش يلقى الدواء لهاد المرض. وفي واحد الليله سال التجارب ديالو ودخل يدوش، وقعت واحد الحادثه وتفرق عليه المختبر. في هذا الوقت كنشوفوا الطبيب دوز ليهم التحاليل ولقاهم كاملين مزيانين. رحب بهم وعطاهم يتعشاو ودوزوا ليله كامله ضحك ونشاط، وعطى لكل واحد فيهم بيت ينعس فيه من بعد ما كانوا كينعسوا غير في الزنقه. وفي الصباح كيشرح لهم الطبيب ادوين بانه من بعد ما كيتعذب بنادم الجسم ديالو كامل كيسخن وكتطلع ليه السخانه حتى كتوصل ليه للمخ وكيموت، ان من بعد مده كيرجع المخ يحيا وكيخلي بنادم ميت وما محكمش في راسه. وفي نص الهضره كيقاطعوا واحد الراجل كبير من الجروب وعاود ليه ملي وصلنا البارح هو كيشوف واحد الوقت غادي وكينقص وبغى يعرف ملي هاد سالي 30 دقيقه اش يوقع. كيصدمهم الطبيب وكيعاود لهم ملي يسالي هاد الوقت يطرطق السبيطار كامل، وعاود لهم انه حتى هو كان مخلوع بحاله وباش عرف ما كاينش الدواء لهاد المرض قرر يستسلم وشد عليهم البيبان باش يستسلموا ويتقبلوا الموت ديالو. شاين هز الشاقور وكيهرس في الباب وقلين وتيدو كيقلبوا لا تكون شي بلاصه يخرجوا منه، واكد ليهم الطبيب ان البيبان ما غيتفتحوش وان السبيطار مصاوب ومحمي من اي هجوم. الجروب استسلم وعرف ان هذه هي النهايه ديالو، وريك كان كيحاول يقنع الطبيب وكيعاود ليه ان كاينين معاهم بزاف ديال الدراري الصغار وانهم حتى هما يستاهلوا يعيشوا. رغبوا باش يعطيهم فرصه ويخليهم يتقاتلوا مع حياتهم. الطبيب اقتنع وعطاه فرصه وفتح لهم البيبان. الجروب خرجوا كيجريو وما بقى والو يسالي الوقت. قبل ما يخرج ريك قبطوا الطبيب وعاود ليه شي حاجه في ودنه، وكنشوفوا الوجه ريك تبدل وتصدم. خرجوا بالزربه من السبيطار وتحركوا للطوموبيل وكنشوفوا السبيطار كامل طرطق وشعل فيه العافيه من بعد ما قدروا يعتقوا راسهم في اخر لحظه.